يلا. نحن الآن في أهوار الكبايش في مدينة الناصرية، مدينة الحضارة، مدينة أور، مدينة الخط الأول. أول حضارة في العالم. الآن في هذه منطقة الأهوار، المنطقة الجميلة التي تضم كل الأحياء البشرية من الإنسان إلى الجاموس إلى الطير إلى السمك. الآن هي في طريقها إلى الانقراض بسبب عدم إطلاق الحصة المائية لهذه المنطقة. شوف الأرض يعني اللي كانت مغمورة بالمياه الآن بدأت تخرج، يعني هذا جفاف، هذا جفاف، هذا موت للإنسان. من يتحمل هذا؟ يتحمل هذا هم الساسة العراقيين الذي لم تكن لديهم القدرة في إدارة الدولة، ومن ضمنها الحياة في الأهوار. الذي لا يحافظ على حياة الناس في هذه الأهوار لا يمكن أن يحافظ على حياة فرد أي عراقي. هذه مشكلة. مهمتكم الأولى هي إحياء هذه المناطق. من عندما تتم إحياء هذه المناطق تتطور كل مدن العراق. السياحة، المواد الغذائية، الألبان التي تنتج هذه الحيوانات، الأسماك، الطيور. إذن هذه من هنا تبدأ الحياة، من هنا تبدأ الحياة. علينا إنقاذها، على الجميع أن يعمل على إنقاذ هذه المنطقة، من سياسيين إلى مجتمع إلى شعب إلى ناس إلى مواطنين. بدون هذا العمل فنحن خارج التاريخ أصلا، لأنه هذه أصل التاريخ. هذه البقعة هي أصل التاريخ، أصل الحضارة. من هنا أصل سومر، أصل أور، مدينة أور. هنا نشأت مدينة النبي إبراهيم. وشكرا لكم. الناشط سلمان هاشم، لقاء المحبة. طبعا الان احنا في الاهوار والجفاف. بارك الله فيك. الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. حياكم الله. والله افخر بيك شباب، والله لذلك انا قلت في كلمتي. اخي كلمه. انتم الشباب اللي الله سبحانه وتعالى ينظر لعملكم في هذا العمل. هاي هنا جفاف موت. انتم الان ترغمون تركيا وتطالبون بحقوقكم. ما يساعد دوين. بارك الله فيك. احكي كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحضر اليوم مع لقاء المحبة لمؤازرة ومساندة أخوتنا وأبناءنا وأهلنا ومدينتنا في أجمل بقاع الله. هذا الفردوس الأرضي، هذه جنة عدن الأرضية. هنا الطير، هنا السمك، هنا الحيوان، هنا الثروة العراقية، هنا كل شيء في هذه الأرض المباركة. هذه الأرض التي انطلق منها النبي إبراهيم الخليل ليعلم التوحيد للبشرية. على تركيا، على إيران إعادة الأهوار إلى العراق. أنتم تدعون أنكم بلدان إسلامية ومجاورة، وحق المسلم على المسلم أن لا يقطع عنا الماء. ظمأ العراقيين بسببكم. حصة العراقيين ينبغي أن تعود كما كانت، كما كان الأسماك في هذه المنطقة، كما كان هناك 150,000 رأس من الجاموس في هذا البقعة. للأسف الشديد نرى الأبقار والجاموس تموت من الظمأ. المنطقة توقفت الحياة فيها. هذه المنطقة التي علمت الإنسانية الكتابة والموسيقى والشعر، كما قلت في كلمتي التي قلتها اليوم في افتتاح هذا الملتقى. قلت من هنا تعلمت البشرية الكتابة والموسيقى والشعر. كيف تظمأ؟ إذن مسؤولية الأمم المتحدة أولا، مسؤولية وزارة الخارجية العراقية على السفير العراقي في تركيا أن لا ينام الليل إلا ويطالب بحقوق العراق. ما هو وظيفتك يا سفير؟ أتمنى هذا الفيديو يوصل الكل سياسي إذا عنده ذرة من ضمير، يصل إلى وزير الخارجية المتواضع المتكاسل الصامت عن ظمأ شعب العراقي، يصل إلى السفير العراقي في أنقرة. شوف العالم كيف تطالب بحقوقها، شوف الدول شلون تطالب بحقوقها. أنتم مبارك بس بدلات أنيقة وجلسات سمر وحفلات سمر
يتذكرون إلى العراق. إعادة المياه مسؤولية كل سياسي عراقي، ومسؤولية المرجعية الدينية في العراق أن تناشد تركيا وإيران بإعادة حصة العراق المائية. وعلى كل وطني سواء كان من الكتاب من الأدباء من الإعلاميين من الناشطين المدنيين مسؤوليته الوطنية أن يطالب ويناشد. على الأقل طلع لك صورة جاموسة ميتة من الظمأ، على الأقل طلع البيئة التي أصابها الجفاف. ما تعرف تتحدث؟ يلا يا اخوي يلا طيب. ما تعرف تتحدث؟ يلا اطلع. أخذ منشورات، أخذ من كتاب من مفكرين من باحثين من هذه المنطقة، تابع جاسم الأسدي، تابع رعد الأسدي، تابع كل وطني يكتب بحرقة. الرجل المسافري الذي يناشد في صفحته يوميا، الذي يدعم الحياة البيئية في هذه الأرض. شوف الصور في صفحته عن المسافري، عن موت الأبقار، موت الجاموس. أناشد كل ضمير حي ومن كل إنسان عنده ذرة من الدين، سواء كان من مسيحي بوذي هندوسي مندائي، أن هذه الأرض أرض الأديان وأرض الحضارات. عليكم إعادة المياه إلى هذه الأرض، عليكم إعادة دفق الحياة في هذه الأرض، في هذه الوجود. الصمت جبن، الصمت تخاذل، الصمت بعده حقيقة مساهمة في قتل هذه البيئة الجميلة. الباحث والمؤرخ صباح محسن كاظم. شكرا استاذ صباح، شكرا. طبعا احنا بث مباشر من الاهوار الشبايش، ويانا الاخ ابو داوود والاخ صباح والاخ سيد كريم، وهذه لقاء المحبه. طبعا لقاء المحبه كان موجود هنا في الاهوار، والمؤرخ محمد اذكرهم جماعه، اذكرهم. محمد رحيمي الجوراني شخصية باحث تاريخي، طبعا نشكر حضوره معنا. يعني على كل إنسان أن يفكر في هذه المنطقة بدون التفكير. لا يعني أنا أتصور الإنسانية بعيدة عنه، وخاصة السياسيين اللي هم تبوأوا هذه المناصب عليهم أن يتحملوا المسؤولية. يعني ما ممكن تفقد راتب والجفاف في الأهوار، والأهوار تموت، الناس تموت. أي إنسان أنت عندما تعمل لإعادة الحياة إلى هذه المناطق، دينك لا يقبل هذا، الدين الذي تعتقد به لا يقبل هذا، لا يقبل قتل الناس. ماذا نقول؟ الكلام لا ينفع، الظاهر أن الكلام لا ينفع. الان هذه منظمه الناس الاهوار. ساعدك واحد وياه، ساعدك واحد وياه، ساعدك واحد وين واحد وين عشان نقطع البث، نقطع البث. هذا يلا إذا أكو بعد غير شيء نسوي